صناعة الدعاة. كيف تستطيع أن تحول من طالب العلم هذا داعية بحيث أنه يصبح إتقانه للفقه والحديث والتفسير وأمور العقيدة مدخلا له لأجل دعوة الناس إليها. وأنا كنت قد دعوت بعض الإخوة حقيقة إلى إلقاء كلمات في بعض المساجد وكنت أحضر معه، وإذا هو منذ أن يبدأ حقيقة أندم في داخلي وأقول يا ليتني ما ناديته. هو قوي علميا ومتميز لكن ما أوتي أسلوب في الإلقاء وجذب الناس، ما أهل لذلك. وأحيانا لا تعتمد المسألة فقط على أسلوب إلقاء الداعية، ليس المطلوب منه فقط أن يصبح عنده أسلوب في الكلام، حتى يا أخي في طريقة تعامل الداعية إذا دخل إلى مجلس، طريقة سلامة على الناس، سلامة على الكبير، سلامة على الصغير، طريقة اعتذاره. يعني أنا أمس في اسطنبول طالع من الفندق وجاء رجل أظنه سائح يعني ليس تركيا وربما غير مسلم أظن بعد، ورأى بعض الموظفين أتراك كذا أو كذا صوروا معي، فما يعرفني بس شعر أني مثلا يعني رجل معروف، وجاء وقال لي باخذ صورة معك، وابتسمت يا مرحبا وقلت له ترى 100 ليرة وأضحك معه، ترى 100 ليرة وضحك وصور معي. فقالت زوجته أنا بصور معك، وزوجته لابسة شورت وكذا، لا يليق أن أصور معها. فما هو الأسلوب المناسب لتتخلص من الموقف دون أن تجرحها؟ أنت هي لا تستطيع أنك تعطيها محاضرة موقف الإسلام من المرأة وتكريم الإسلام من المرأة ولماذا أنا أعتذر عن السلام معك وكذا وكذا. فقلت لها، ترجم لها أحد الإخوة، قلت أنا عندي زوجة شديدة الغيرة، والله لو تصورين معي أن تتطلق وتدمرين بيتي. وضحكت، فضحكت وقالت أشكرك أنك تحب زوجتك كثير، وقالت لزوجها ليتك تحبني مثل ما يحب وزوجته، وانقلبت عليهم وطلعت أنا من الموضوع. فالمقصود أنه مخرج، لأنك لا تستطيع تعطيها محاضرة يا أخي في تعامل الإسلام مع المرأة والحرج الشرعي، ولذلك نفسك تصنع واحد مثل. أحسنت. أنا أريد داعية لا يقتصر فقط على، حتى لا يفهم أيضا الإخوة الأفاضل أن المقصود من صناعة الداعية بس والله تعطيه دورة 5 أيام في فنون الإلقاء وتحول إلى داعية. لا، الداعية هو رجل متكامل في المواقف التي تصيبه، متكامل في التعامل مع الأمور السياسية، الأمور الاجتماعية. يا أخي بعض الإخوة ربما له من العلم الشيء الكثير ومع ذلك يدخل إلى بعض المجالس طريقة سلامه ما تتناسب مع علمه، ما يعرف متى من الذي يقبل رأسه، من الذي يصافح. مع روح الدعوة يا شيخ العالمين ما عنده مثل هذه الروح.